مرحبا بكم الناس الكل. دبارتنا لليوم هي شوربة فريك، سلطة مشوية، خبز مبسس، مرقة لوبيا بالكعابر والمالح، وبريك مثلثات بالحم المفروم. وجاو ما شاء الله بنة كبيرة. يلا تبعوا معايا الطريقة. للخبز المبسس حطيت نص كاس حليب ونص كاس ماء دافين، معاهم مغرفة كبيرة خميرة خبز ومغرفة كبيرة سكر. خلطتهم وخليتهم يتفاعلوا 10 دقايق. من بعد زدتهم 3 مغارف كبار زيت زيتونة، 4 مغرفة صغيرة كركم، 250 جرام سميد أرطب، 250 جرام فرينة، ومغرفة صغيرة ملح. حطيتهم يتعجنوا مليح مدة 10 دقايق تقريبا لين تحصلوا على عجينة طري. غطيتها وخليتها تخمر مدة ساعة. من بعد قسمت العجينة لثلاثة أجزاء. الجزء الأول عملته على شكل ضفيرة ودورتها. الجزء الثاني عملته بالطريقة هذه. والجزء الثالث عملت كرة عجينة ودورتهم ببعضهم. خليتهم يرتاحوا مدة 30 دقيقة تقريبا. من بعد دهنتهم بأصفر عظمة مخلطة مع مغرفة حليب، وزينتهم جلجلين أك. حطيتهم يطيبوا مدة 30 دقيقة في فور مسخن بالمسبق على 180 درجة يشعل من الفوق واللوطة، وجاو ما شاء الله خفيف وطريين. حضرت الكعابر للوبيا، خذيت اللحم بقري مفروم وفوحته، وزدت ثوم مهرس وزيت زيتونة وخلطته مليح. عملت كعابر صغار باش يطيبوا أسرع، وحطيتهم يرتاحوا في الفريجيدير قبل ما نطيبهم. في طنجرة حطيت زيت زيتونة وقليت الكعابر على نار هادية، وما نحركوهمش برشا باش يحافظوا على الشكل متاعهم. نجموا زيادة ما تقليوهمش وتطيبوهم وقت تمرقوا. خرجت الكعابر وقليت البصل في الزيت، وزدت مغرفة كبيرة طماطم معجونة، مغرفة صغيرة هروس، فلفل شايح، ملح، كركم، فلفل أحمر، وتبلو كروية. ومن بعد مرقت بالماء سخون. كيف غلي رجعت الكعابر يطيبوا. ومن بعد كيف قريب تحضير الصوص نزيد اللوبيا اللي طيبتها مليح بالمسبق في الماء مدة ساعة تقريبا. حطيت سنة ثوم مهرسة وقرينين فلفل أخضر وخليتها تزيد تخضير. وفي الأخر زدت الفاريونت والزيتون وخليتها كيكة دقيقة وطفيت عليها. الحشو البريك قليت بصل في زيت زيتونة، زدت اللحم مفروم وفوحته، بعد زدت ثوم ومرقت شوية. كيف يقرب يطيب نزيدو معدنوس يتذبل معاه. من بعد زدت جبن مرحي وعظمة وخلطته. خليت بريك قسيته بالطول بالشكل هذا. حطيت الحشو من اللوطة وشكلته مثلثات، وسكرته بفارينة مخلطة بالماء وقليته. نجموا تدهنوه بالزبدة وتطيبوه في فور على 180 درجة لين يحماروا. شربة الفريك سبقت وشاركتها معكم في أول دبارة رمضان، وهكا تكون دبارتنا حضرت. شهية طيبة.